كنشكر الاخوان المنظمين على هذا الحفل هذا، وكذلك الاخوان اللي جاو بعاد وعانوا في الناقل، وكنشكرهم بزاف لانهم صراحه قدموا واحد المجهود كبير باش انهم يوصلوا عندنا ويشاركونا هذا الجمعيه. فبالنسبه لوزاره الصيد البحري غادي نقدم لكم العرض حول 3 محاور. كاين المحور الاول النشاط الاقليمي، وإلا قلت النشاط الاقليمي يعني راه غيعطي واحد الصوره مماثله للمملكه كلها. كاين النقطه الثانيه هي غادي نجاوبوا فيها بعض المشاكل اللي هي كتولي الاخوان الجمعيات كيكرهوها، اللي هي البيئه. ومادام اننا كنتكلموا على البارك ناسيونال وعلى الصيد التقليدي، فغنربطوا حنا حتى حنا هذا المجال البيئي والتاثيرات ديالو سواء كانت طبيعيه او لا من طرف الانسان. والنقطه الثالثه والاخيره هي البرنامج ديال الانفيز، وشنو من خلال هذا البرنامج اللي كان قدمه وزير الصيد البحري صاحب الجلاله في 2009 من ذاك التاريخ حتى لدابا اشنو حققت وزاره الصيد. فغادي نبدا بالنشاط ديال الصيد. فغنعطيكم ان الاسطول ديال الصيد البحري كيتكون من مراكب الصيد السفلي اللي عطيك مركب الصيد بالجر 21، مراكب الصيد بالخيل 36، قوارب الصيد التقليدي اللي هي 556 بما فيها واحد 250 تقريبا ديال قوارب الصيد ديال التمسانه. التمسانه حنا جرب العاده خفيف باش اننا نديرو التسيير ديالهم، الا انه كما لقينا من قبل ان تجديد الرخص حنا كنعطيوها لهم في اعاده الترقيم، عاود ترقموا على اقليم الحسين. فغادي نشوفوا تطور عمليات تفريق السمك بالاقليم منذ 1996 الى 2011. باش ما نتكلمش هنايا كنلقاو غير 2010 ل 2011 كنلقاو واحد الانخفاض بيد ملحوظ. كنشوفوا في 2010 كاين 11000 طن، بينما في 2012 8300 طن، يعني شي خطير. وخاصة أن واحد النوع ديال السمك اللي هو نقولوا أنه كان في انخفاض مستمر اللي هو الصيد الصغير ولازم صراحة في البحر المتوسط اللي الناس تقريبا يعني كنشموها وصافي مبقيناش كنشوفوها كاع هنا. وندوزو للمنتوج ديال حسب نوعية السمك. فكنلقاو السمك السطحي اللي فيه كاين السردين والشبار والشباب كالريحة، كنلقاو هكا تجي في المستوى اللي هي ب 7554 طن. السمك الابيض 1282 طن، والقشريات ب 25 طن، والرخويات اللي هي 416 طن. وهذه الرخويات هي اللي الصيد التقليدي صراحه كيساهم فيها حصه كبيره، كيساهم فيها الصيد التقليدي. النقطه الثانيه اللي بغينا ندوزو ليها هي الوضعيه الراهنه للحاله البيئيه البحريه والمشاكل التي تهدد مكوناتها. فالمخزون السمكي كما ذكرت تناقص مستمر، وذلك راجع لعده اسباب اهمها التلوث البيئي البحري. ثانيا الاستغلال المفرط للثروه السمكيه في المنطقه باستعمال اساليب وادوات ممنوعه في الصيد. فالنقطه الاولى اللي كتهم التلوث البيئي البحري فهو تاثيرات المياه ديال التساقطات في الشتاء، يكون عنده واحد الفعل ايجابي في ابناء الوسط البحري وانعاش الدوره البيولوجيه عبر تدفق في هذا البحر عن طريق الاوديه، ولكن مع كامل الاسف كاين عندنا تاثيرات سلبيه. فغادي نذكروا مثلا رفع النفايات السائله والصلبه للبحر.